السلام عليكم وأهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله مع بعض يا سنة أولى هنحل امتحان متوقع في مادة العلوم الترم الأول عام 2024. يلا بينا نبتدي، والسؤال الأول معانا في الامتحان: ألف، أكمل العبارات الآتية. تعالوا بينا يلا نشوف العبارات. والعبارة الأولى معانا: بيتكون جزيء الهيدروجين من نقط. طبعا الإجابة هتكون إنه بيتكون من ذرتين، بيكون ذرتين هيدروجين. أما بقى جزيء الغاز الخامل فهو بيتركب من نقط. طبعا الإجابة هتكون ذرة واحدة. أما بقى العبارة اتنين اللي بعدها: في الخلايا الشمسية بتتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط. طبعا الخلايا الشمسية دي بدأنا نستخدمها عشان نحول الطاقة الشمسية، الطاقة اللي بنستمدها من الشمس، إلى طبعا طاقة كهربية نبتدي نشغل بيها كل الأجهزة الكهربائية اللي احنا محتاجينها. أما بقى العبارة تلاتة اللي بعدها: من المواد التي لا تلين بالحرارة، يعني مواد لا تلين بالحرارة. طبعا الإجابة هتكون الكبريت. ومن المواد النشطة جدا، طبعا الإجابة هتكون البوتاسيوم. أما بقى العبارة أربعة والأخيرة: هجرة الطيور بتعتبر تكيف نقط. طبعا ده تكيف سلوكي، سلوك الطيور بتعمله عشان تروح الأماكن الدافية عشان تتكاثر. بينما إفراز العرق في الإنسان بيعتبر تكيف نقط. طبعا ده تكيف وظيفي، وظيفة بيقوم بيها عضو في جسم الإنسان. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب بعنوان صوب ما تحته خط. بتعتبر الخفافيش من الطيور. طبعا التصويب أو التصحيح إنه الخفافيش من الثدييات، يعني هنكتب كده بدل كلمة الطيور الثدييات. أما بقى العبارة اللي بعدها: العنصر السائل اللي بيتركب جزيئه من ذرة واحدة هو نقط. طبعا الإجابة هتكون الزئبق. الزئبق هو عنصر سائل بيتكون جزيئه من ذرة واحدة. أما بقى رقم 3: جسم وزنه 2 نيوتن، موضوع على ارتفاع 3 متر، بتكون طاقة وضعه نقط. طبعا احنا عارفين ان القانون الخاص بطاقة الوضع بيساوي الوزن في الارتفاع، يعني هنضرب الاتنين في 3. طبعا لما نضرب الاتنين في 3 هيدينا 6. يبقى التصويب او التصحيح انه العشرة دي هتكون 6 جول، هو دي طاقة الوضع. اما بقى العبارة اللي بعدها واللي بتقول: كثافة كثافة 10 جرام من الحديد النقي أصغر من كثافة 2 جرام منه. طبعا التصويب أو التصحيح إنه بدل كلمة أصغر من دي هتكون تساوي، الكثافة بتكون واحدة. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ب في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم. جيم عبارة عن احسب طاقة الوضع. عايز يعرف طاقة وضع كرة من النحاس حجمها 10 سنتيمتر مكعب، وكثافتها 8.8 جرام لكل سنتي مكعب، عند رفعها لأعلى مسافة 10 متر فوق سطح الأرض، ومديني عجلة الجاذبية بتساوي 10 متر كل ثانية. طبعا مادام احنا هنحسب طاقة الوضع يبقى احنا محتاجين اننا نعرف الوزن والارتفاع. وطبعا هنا في البيانات اللي مديهم لنا في المسألة ولا في وزن ولا في ارتفاع. طبعا الارتفاع عندنا موجود اللي هو الأعلى مسافة 10 متر، لكن الوزن هو اللي مش موجود. طب احنا عايزين نجيب أول حاجة عايزين نجيب الكتلة، عشان من الكتلة نقدر نجيب الوزن. تعالوا بينا بقى نبتدي حل المسألة. حاجة عشان نجيب الوزن، لأن احنا عارفين إنه طاقة الوضع القانون الخاص بيها الوزن في الارتفاع. والمسألة هنا مديني ارتفاع بس مش مديني الوزن. أنا عشان أجيب الوزن أول حاجة محتاجة أجيب الكتلة. الكتلة عبارة عن الكثافة في الحجم. طبعا الكثافة هنا في المسألة موجودة 8.8 جرام لكل سنتي مكعب، وطبعا الحجم موجود اللي هو 10 سنتي مكعب. يبقى هنضرب كده كتلة الكرة النحاس بتساوي الكثافة في الحجم، وطبعا طلع 88 جرام،
وبعد كده بعد ما جبنا الكتلة بالجرام هنجيبها بالكيلو جرام، طبعا هنقسم على الألف هيطلع 88 من 100 كيلو جرام. وبعد كده طبعا بعد ما جبنا الكتلة بقى نجيب الوزن، لأن الوزن عبارة عن الكتلة في عجلة الجاذبية. احنا جبنا الكتلة من خلال ان احنا ضربنا الكثافة في الحجم، خلاص الكتلة بقت عندنا، نكتب الكتلة. طب عجلة الجاذبية، عجلة الجاذبية في المعطيات الموجودة في المسألة اللي هي 10 متر كل ثانية، يبقى هنضرب كده الكتلة في 10 متر كل ثانية، طبعا هيطلع الوزن 88 من 100 نيوتن. وبالشكل ده نقدر نجيب طاقة الوضع. طاقة الوضع هتكون الوزن في الارتفاع، الوزن خلاص احنا قدرنا نجيبه من خلال اننا جبنا الكتلة ضربنا الكثافة في الحجم. الارتفاع طبعا مذكور في المسألة 10 متر، يبقى كده طاقة الوضع 8.8 جول. هي دي إجابة المسألة. يبقى أول حاجة نجيب الكتلة عشان نقدر نجيب الوزن، وبعد كده طبعا نطبق قانون طاقة الوضع اللي هو الوزن في الارتفاع. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل جيم في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال التاني، والسؤال التاني ألف اختر إجابة الصحيحة. بتعتبر كل من النباتات التالية أكلة الحشرات ما عدا نقط. طبعا الحاجة الوحيدة اللي مش بتاكل الحشرات هي القمح. أما بقى العبارة اللي بعدها، جسم كتلته 5 كيلو جرام بيتحرك بسرعة 10 متر كل ثانية، فإذا نقصت كتلته إلى النصف مع ثبوت سرعته فإن طاقة حركته تصبح نقط. طبعا الإجابة الصحيحة إن طاقة حركته هتبقى 125 جول. طبعا احنا عارفين إن طاقة الحركة بتساوي، ده طبعا طبقا لقانون طاقة الحركة، طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في طبعا مربع السرعة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من العبارة التانية. أما بقى العبارة التالتة، من المفصليات التي لها 6 أرجل، طبعا الإجابة هتكون الذبابة. أما بقى العبارة 4 اللي بعدها، طاقة المستوى نقط أعلى من طاقة المستوى N. طبعا المستويات هما بالترتيب L M N، يبقى الإجابة إنه طاقة المستوى O هتبقى أعلى من طاقة المستوى N، فهنختار كده. والمستويات طبعا K L M N O. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف في في السؤال التاني. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب عايزني أكتب الرمز الكيميائي. أول حاجة طبعا المغنيسيوم الرمز الكيميائي الخاص بيه Mg. أما بقى الكبريت فطبعا الرمز الخاص بيه هو S. الزئبق الرمز الخاص بيه Hg. أما بقى الفضة آخر حاجة معانا في الرمز الخاص بيها Ag. أما بقى جيم في السؤال التاني فهي عبارة عن الرسم التالي بيوضح تغير تدريجي في الحالة. أي السهمين بيشير إلى زيادة درجة الحرارة مع التعليل. تفتكروا السهم رقم 1 هو ده السهم اللي بيشير لزيادة درجة الحرارة، ولا السهم اتجاه السهم رقم 2؟ طبعا الإجابة هتكون إنه اكتساب الحرارة وزيادة درجة الحرارة طبعا هيكون بيشير إليه السهم رقم 2، يعني هنختار السهم رقم 2. طب اشمعنى رقم 2؟ ليه التعليل؟ ليه هنكتب رقم 2 أو ليه اخترنا رقم 2؟ طبعا رقم 2 لو تلاحظوا إنه جزيئات المادة كانت مترابطة متماسكة، المسافات البينية اللي بينها قليلة، بعد كده بدأت المسافات البينية تكبر، بعدها طبعا المسافات البينية بقت أكبر ما يمكن. طبعا الإجابة هتكون لأن زيادة درجة الحرارة بتضعف قوة التماسك. قوة التماسك كانت بين الجزيئات الأول قوية، بعد كده بدأت إن هي تضعف بسبب درجة الحرارة، وطبعا بدأت إن هي تتسع المسافات البينية كده بين الجزيئات، وبعد كده الجزيئات بدأت إن هي تتحرك بحرية أكبر. كده نكون انتهينا من حل إجابة السؤال التاني. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التالت. ألف السؤال التالت طالب مني إن أنا أستخرج الكلمة أو الرمز غير المناسبة وأكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو الرموز. تعالوا بينا نبتدي حل. وطبعا أول حاجة معانا الحاجة الوحيدة اللي هنستخرجها من بين الكلمات هي كلمة الاحتكاك. طب اشمعنى كلمة الاحتكاك؟ طبعا لانه الكلمات التلاتة التانيين دول اللي بيربطهم ان هما طرق انتقال الحرارة، يعني الحرارة ممكن تتنقل بالحمل الحراري، التوصيل الحراري او الاشعاع الحراري. اما بقى العبارة اللي بعدها،
الخشب، الفلين، التلج، النحاس. طبعا الحاجة اللي هنستخرجها هي النحاس. واشمعنى النحاس؟ لان طبعا الخشب والفلين والثلج كلها مواد تطفو فوق سطح الماء، مواد تطفو فوق سطح الماء. اما بقى رقم 3، قنديل البحر، الاخطبوط، القواقع، دودة الارض. طبعا الحاجة الوحيدة المختلفة او اللي هنستخرجها هي القواقع. طب اشمعنى القواقع؟ لانه قنديل البحر والاخطبوط ودودة الارض كلها حيوانات رخوة، فنكتب كده حيوانات رخوة. اما بقى اخر حاجة معانا الكي والام جي والان اي والليثيوم. طبعا الحاجة اللي هنستخرجها هي المغنيسيوم ام جي، وده طبعا لان الباقي دي عبارة عن عناصر بيحتوي مستوى الطاقة الخارجي ليها على إلكترون. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الثالث. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب بعنوان اكتب المصطلح العلمي. تعالوا بينا نشوف العبارات. أول عبارة معانا مناطق وهمية حول النواة بتتحرك خلالها الإلكترونات حسب طاقته. طبعا المناطق الوهمية دي اللي بتكون حوالين النواة احنا بنقول عليها مستويات الطاقة، فنكتب كده مستويات الطاقة، هو ده المصطلح العلمي للمدارات الوهمية. يبقى كلمة الطاقة هنكتبها. اما بقى رقم 2، الشغل المبذول اثناء حركة الجسم. طبعا ده هيكون طاقة الحركة. اما بقى العبارة اللي بعدها، ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها. طبعا ابسط صورة نقية دي العنصر. اما بقى العبارة الرابعة والاخيرة، قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية بغرض التخفي من الأعداء. طبعا محاكاة الظروف وقدرة الكائنات على محاكاة الظروف ده احنا بنقول عليه أو بيتقال عليه أو المصطلح العلمي الخاص بيه المماثنة. المماثنة. وكده بالشكل ده نكون انتهينا من إجابة ب. تعالوا بينا بقى ننتقل لج. ج، ذرة عنصر بتتوزع إلكتروناتها في 3 مستويات للطاقة، بيدور في مستوى الطاقة الخارجي لها نفس عدد إلكترونات مستوى طاقتها الأول، وعددها الكتلي 24. احسب كل من العدد الذري وعدد النيوترونات هذا العنصر. تعالوا بينا نبتدي مع بعض والمسألة دي. وأول حاجة هو قال لي إنه عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي لها بيساوي عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأول له كي، واحنا عارفين ان مستوى الطاقة الأول كي بياخد عدد إلكترونات 2. يعني معنى كده انه عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي اللي هو آخر يعني مستوى فيه إلكترونات هم عددهم 2 إلكترون. يبقى أنا كده عندي العنصر ده عبارة عن 3 مدارات. المدار الأول فيه 2، والمدار الأخير فيه نفس عدد الإلكترونات الموجودة في الأول اللي هما 2. يبقى أول واحد، أول مدار أو أول مستوى طاقة فيه 2، والمستوى الطاقة الثالث والأخير فيه 2 برضو. كده طالب مني إن أنا بعد كده بقى أحسب عدد الذري وعدد النيوترونات، وهو مديني العدد الكتلي. طبعا بما انه عدد الالكترونات في المستوى الطاقة الخارجي 2 الكترون، يبقى كده الكترونات العنصر بتتوزع في 3 مستويات. يبقى كده العدد الذري عبارة عن 2 و8 و2، لانه احنا لو مستوى الطاقة الاول فيه 2 ومستوى الطاقة الاخير فيه 2، يبقى اكيد لازم المستوى الطاقة اللي في النص يكون كامل، يبقى فيه 8 الكترونات. يبقى كده عندي 2 زائد 8 زائد 2 كده بيساوي كده بيساوي 12 الكترون. ال 12 الكترون دول هم بقى العدد الذري، لانه العدد الذري بيساوي عدد الالكترونات. يبقى انا كده بقى معايا العدد الذري، وانا في الاصل كان معايا العدد الكتلي. عشان اقدر احسب عدد النيوترونات اللي هعمله هو اني هقول العدد الكتلي ناقص العدد الذري، يعني ال 24 ناقص العدد الذري 12 اللي هو عدد الالكترونات. يبقى كده عدد النيوترونات يساوي 12 نيوترون. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال الرابع. ألف، في السؤال الرابع عايزني أدرس الشكلين ثم أجب عن المطلوب. أي الأشكال يمثل جزيء عنصر ولماذا؟
طبعا جزيء عنصر، يعني بيتكون من عنصر واحد بس، فطبعا اللي بيتكون من عنصر واحد بس هتكون هو رقم واحد وكمان رقم أربعة. هما بيتكونوا من عنصر واحد، الذرتين هم متماثلتين، ذرتين زي بعض وهنا الذرتين زي بعض، يبقى كده بيتكون جزيء عنصر، يعني بيتكون من عنصر واحد. ولماذا بقى؟ طبعا الإجابة أو التعليل لأن كل منهما يتكون من ذرات متماثلة، لأن كل منهما بيتكون من ذرات متماثلة، عشان الذرات شبه بعض يبقى ده جزيء عنصر. اما بقى اللي بعده فهو بيقولي اي الاشكال بيمثل جزيء مركب. طبعا رقم 2 ورقم 3. طب لماذا؟ طبعا الاجابة هتكون لان كل منهما بيتكون من ذرات مختلفة. شايفين هنا الذرات مختلفة، بصوا الذرتين دول مختلفين عن الذرة دي، والذرة دي مختلفة عن الذرة دي، يبقى لان كل منهما بيتكون من ذرات مختلفة او غير متماثلة. اما بقى رقم 2 فهو كاتب ما نوع الغذاء المناسب لهذا الطائر. طائر عنده منقار حاد، طبعا هيكون بيتغذى على اللحوم. نوع منقاره ايه؟ المنقار بتاعه احنا بنقول عليه ايه؟ منقار حاد قوي معقوف. كم عدد اصابع ارجله الامامية؟ طبعا رجله الامامية فيها 3 اصابع. ونوع التكيف اللي في رجله ده ايه؟ طبعا ده تكيف تركيبي، هنكتب كده تكيف تركيبي. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل أ في السؤال الرابع. تعالوا بينا بقى ننتقل لب. ب بعنوان اذكر الرقم الدال على عدد مستويات الطاقة في أثقل الذرات المعروفة حتى الآن. طبعا احنا عارفين ان كل ذرة بيكون ليها مستويات الطاقة اللي بتكون فيها الإلكترونات، وطبعا المستويات دي هي كي ال ام ان. هو عايز بقى يعرف عدد مستويات الطاقة في أثقل الذرات المعروفة حتى الآن. طبعا إجابة ان هما 7 مستويات في أثقل الذرات المعروفة لغاية دلوقتي. اما بقى بعد كده كثافة مكعب طول ضلعه 5 سنتي وكتلته 500 جرام. طبعا الكثافة بنحسبها من خلال اننا بنقسم الكتلة على الحجم. وهو قايل لي انه كثافة مكعب طول ضلعه 5. طبعا حجم هو مديني طول الضلع، انا مفروض بقى اجيب حجم المكعب لانه مديني كده طول الضلع. طب حجم المكعب بيساوي ايه؟ حجم المكعب بيساوي طول الضلع في نفسه، يعني 5 في 5 في 5. طبعا 5 في 5 ب25، في 5 ب125. يبقى انا كده عندي حجم المكعب. يبقى كده فاضل لي ان انا اقسم الكتلة على الحجم، واما اقسم ال500 على ال125 طبعا اجابة هتكون 4. وطبعا الكثافة بتكون وحدة القياس الخاصة بيها جرام لكل سنتيمتر مكعب. كده بالشكل ده نكون انتهينا من عبارة رقم 2. العبارة التالتة بقى العدد الذري لعنصر خامل بتشغل الإلكترونات 3 مستويات طاقة في ذرته. طبعا الإلكترونات بتشغل 3 مستويات طاقة، والعدد الذري هو أصلا عدد الإلكترونات، فمعنى كده إنه عدد الإلكترونات هيكون 18. أما بقى رقم 4 عدد القواطع في الفك السفلي للقوارض. طبعا القوارض الفك السفلي الخاص بيها بيكون فيه عدد 2 من القواطع. أما بقى العبارة ج والأخيرة تركت نهى إناء مملوء إناءين مملوءين بالماء المغلي، أحدهم مغطى والآخر غير مغطى. في أي الإناءين بتنخفض درجة الحرارة أسرع مع التفسير؟ طبعا في الإناء غير المغطى، يبقى غير مغطى هي دي الإجابة، هو ده الإناء اللي بتنخفض درجة حرارته أسرع. طب ليه بقى بتنخفض درجة حرارته أسرع؟ طبعا الإجابة هتكون لانتقال الحرارة منه إلى الوسط بالحمل والإشعاع، بينما الإناء المغطى بتنتقل الحرارة إلى الوسط بالإشعاع فقط. فهي دي الإجابة، هو ده التعليل للإناء غير المغطى، هو اللي هتبرد أو تقل درجة حرارته أسرع.
كده نكون انتهينا من حل امتحان متوقع مادة العلوم الترم الأول عام 2024. بتمنى ليكم التوفيق يا سنة أولى.